في مثل حلو كده بيتقال بيقولك الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. يعني ايه؟ يعني المكان اللي تلاقي نفسك فيه مأذي كده فيه وفي مشاكل كتير فيه، اقفل الباب ده وابعد عنه خالص. هتقوليلي طب وصلة الارحام؟ هقولك هما ما احترموهاش. هما لو احترموا صلة الارحام كانوا عاملوك كويس زي ما انت بتعامليهم، كان هيبقى ما بينكم مودة ورحمة. لكن للاسف من كتر الخناقات ومن كتر الضغط ومن كتر المشاكل هتلاقي نفسك الطاقة اللي عندك بدأت تخلص، تلاقي نفسك بدأت تعامليهم بالمعاملة بتاعتهم. فما تسمحيش لنفسك كده خالص، اخرجي من المكان ده بقلب ابيض ونقي وسيبيهم هم في المكان اللي هم فيه، قلوبهم كده تسود وتزيد حقد وتزيد غل اكتر. هتقولي لي طب والخير اللي انا عملته معاهم؟ هقولك لو العبيد بتنسى الخير فرب العبيد ما بينساش الخير ابدا وما بينساش اعمالك الصالحه وهيعينها لك لاولادك بقى لحياتك الجايه. هتلاقي حياتك كلها بقت نور كده وجميله. اخرجي كده من الظلمات الى النور وخليهم هم في الظلم بتاعهم، وخليكي من بعيد بتتفرجي عليهم كده هم ربنا بيبتليهم في اعز ما يملكون وبياخد حقك منهم. وبرضه خليهم يتفرجوا عليكي وانت حياتك بتبقى للاحسن للاحسن للاحسن. عارفه ليه؟ لانك بعدتي عن منطقه الشر، بعدتي عن المنطقه اللي ممكن تكون فيها اذى ليكي. لكن للاسف تخرجي من النور الى الظلمات علشان تعرفي تكوني زيهم وتاخدي حقك منهم. ابعدي عنهم وروحي اعملي الخير في مكان تاني وانتظري عوض ربنا ليكي وابتلاء ربنا ليهم.